عندما ترى مجموعة من المعادن تتساءل عن مصدرها وعن مكانها. متحف ميم متحف علمي يقع في حرم جامعة القديس يوسف في العاصمة بيروت، ويمتد على مساحة 1300 متر مربع. تسمية ميم هي اختصار لكلمة متحف معدن ومنجم. تعرض في هذا المتحف مجموعة متنوعة ومختلفة من الأحجار والمعادن تماماً كما وجدت في الطبيعة دون تدخل يد الإنسان في تشكيلها. سليم إيدي صاحب المتحف وهو الاختصاصي بالهندسة الكيميائية أخذه شغفه وحبه بتجميع القطع المعدنية إلى أبعد الحدود، فاستطاع جمع عدد كبير من القطع عبر المزادات العالمية ومن خلال شبكة الإنترنت على مدى السنوات 16 الماضية. متحف معدنيات. شو معنات المعدنيات؟ القشرة الأرضية اللي بنعرفها مكونة من تركيبات كيماوية أشهرها الكوارتز اللي بسموه المرو بالعربي، الرمل يعني، أو الحجر الكلسي إلى آخره. أوقات هالأحجار اللي بتكون كل هالكوكب تطلع بشكل هندسي وكبير. هول الأحجار اللي جمعتهم في 1480 قطعة من 65 بلد واللي معروضين هون. 300 صنف من الأحجار النادرة والثمينة تمتاز بأشكال هندسية مختلفة وذات ألوان مدهشة. متحف مجهز بأحدث التقنيات يضم أكبر طاولة تفاعلية في العالم، ويتيح للزائر مشاهدة جمال الطبيعة داخل واجهات زجاجية تتوفر فيها المواصفات والمعايير العالمية التي تحميها من عوامل الرطوبة، كما تمت إضاءتها بطريقة تبرز رونق وجمال كل قطعة بطريقة جذابة. قيمة ثقافية وجمالية وتحف فنية متنوعة تبهر الهاوي والمتخصص لتعرض كل واحدة جمالها وتحدثك عن مكانها وكيفية استخدامها. تحف لم ينحتها أي فنان، بل كل قطعة منها تحمل توقيع الطبيعة.